ما تيجوا بينا اقول لكم على طريقتي المعتمده في عمل الباميه ازاي تطلع معاكي ناجحه جدا. طعمها يجنن بجد، انا من عشاق الباميه. بس الباميه حلاوتها وطعمتها باللحمه الضاني، ويا سلام بقى لو عليها عصره نص ليمونه بالشكل ده وهتاكلي احلى باميه. والاحلى بقى انها تبات ليله كامله يا سيدي على الطعامه، مفيش احلى من كده مزاج. باميه حلوه يعني شوربه حلوه ولحمه تكون طعمها حلو ملبسه من الاخر يعني. تعالوا بينا نشوف هنعمل ازاي. هنحط الاول معلقه محترمه كده من السمنه البلدي، بسيبها تسيح تماما. وابتدي انزل كمان بقطع اللحمه بتاعتي، كل ما هتختاري قطعه اللحمه بتاعتك كويسه كل ما هيطلع الباميه معاكي بيرفكت في كل حاجه. يعني تكون ملبسه كده شويه، ما تكونش حمرا قوي. الدهون ده ما ننكرش انها بتكون لطيفه اوقات كتير في اكلات كتير قوي ومن ضمنهم الباميه. تمام. هبتدي ان انا احمرها واديها صدمه بالشكل ده. هحمرها على الناحيتين. تمام كده. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي عرفيني على نفسك، قوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني وايه رأيك في وصفاتي. ولو عجبتك حاجة من وصفاتي ياريت تنزلي الفيديوز بتاعتك او الصور في جروب التطبيقات. نزلت عليها مية مغلية بالشكل ده. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي انا بحطها. بس قبل التوابل، دي مرحلة اختيارية، بحط طماطماية مبشورة شايلة منها الجلد، وبحط بصلاية، بحط ورق لورا، واحط حبهان، واحط فلفل اسود. تمام كده. الباميه بكون معاها بالشكل ده، يعني بعمل لها بوزه كده، ما تقشطوهاش قوي. تمام. وبتشيلوا طبعا الجزء اللي تحت. واتغسلت كويس جدا. حطيت معلقه من السمنه البلدي برضو. وهبتدي انزل بنص معلقه كبيره من الثوم، وده سر الباميه بتاعتي. وانزل بعد كده بقى بالماميه واقلب يمين في شمال لحد ما احس انها خلاص بتنزل كل ميتها. والخطوه دي مهمه جدا على فكره. في المرحلة دي بكون انا عصرة تقريبا نص لتر من الطماطم. ده عندي كان في الفريزر، يا دوب سبته يفك تماما، عصرته في الخلاط فقط. يعني طماطم في الخلاط بس. وابتدي اقلبها فيها بالشكل ده. هزود بعد كده بقى قطع اللحمة بتاعتي بتكون 3/4 سوا، يعني 90%، يعني اكتر من 3/4 شوية. 90% كده من التسوية. تمام عشان تكمل سواها مع البامية. وبزود طبعا مرقة بتاعت الشوربة بتاعت اللحمة يعني. وببتدي اسيبها تاخد وتدي مع نفسها. تقدري في المرحله دي تنقليها في طاجن وتحطيها في الفرن، عملتها معاكم قبل كده، بس انا المره دي حبيت اعملها في الحله. مش دايما كل الناس عندها طواجن، فقلت مره كده ومره كده. خطيره يا جماعه، مع شويه رز بقى كده بالشعريه، حاجه كده من الاخر، مفيش قطع من كده. انا من عشاق الباميه بس بصراحه بالعيش. بس ما يمنعش برضو انا بحب اكل معلقتين 3 كده بالرز. اللحمه دايبه جدا وطعم الباميه فعلا يجنن فيها. مع عصره نص ليمونه بقى واحلى مزاج. مفيش اطعم ولا ألذ من كده. زي ما قلت لكم قطعه اللحمه مهمه جدا، اختيارها مهم جدا، انها تكون دسمه كده وملبسه عشان تديكي نتيجه بيرفكت ليها. شايفين الطعامه؟ اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك لايك وشير ليه، ومنتظره ان شاء الله رايكم لما تجربوا الوصفه. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.